سلام، انا سميتي كنزه. قصتي تبدا منين طلعت لافاك وبديت كنقرا. قرايتي كانت غاديه مزيان وحتى علاقتي بلافاك كانت مزيانه مع البنات والدراري. في العام الثاني ديالي القرايه ديالي تعرفت على واحد الطالب اللي كان كبر مني، كان كيقرا هو في الماستر العام الاول ديالو وانا كنت في العام الثاني. تفاهمنا، كانت طريقه تفكيرنا مقاربه، بديت كنبغيه هو كيبغيني وكلشي غادي بيناتنا مزيان. واتفقنا اننا نكملوا قرايتنا ونخدموا ونخليو علاقتنا ديك الساعات تولي رسميه. ولا كل مره كيقول لي علاقتي بالبنات تولي محدوده، وكانت فيه شويه الغيره الزايده، حتى ولاد قسمي ما بقاش كيخليني ندوي معاهم. حتى لاحظها شحال من واحد ولاو كيعطيوني باتساع، وحتى انا ما كنجمعش معاهم كما قبل. المهم انا صبرت على هذا التصرف وقلت ماشي مشكل، المهم هو البيرسون اللي انا معاه. المهم بقينا هكاك حتى تخرجنا بجوج، هو شد الماستر وانا الاجازه، وسهل عليه الله مورا التخرج غير بشي شهرين هكاك، وتوظف في شركه محترمه بصالير زوين، والافاق قدامه باقيه تكون زوينه. انا ديك الساعه قلت له صافي يجي يخطبني من دارنا، وصافي قال لي واخا، ومشى دوا مع والديه مو باه. واصلا على حسب ما عرفت على امين ان مو هي مولات الكلمه والشوار، اما باه غير خضره فوق الطعام، غير سميت ابو صافي مسكين، لا هبه لا قيمه، كيعاملوه بحال الامانه محطوطه في شي ركنه. اما مو هي اللي منها كلشي، الراي رايها والشوار شوارها، ولا قالت لولدها الراره ولا قالت ليه الشاشه. اصلا امين شحال من مره كان كيعاود ليا على دارهم، وانا كنت كنبقى نستنتج شخصيه كل واحد فيهم غير من هضرته بلا ما نبين ليه. وداكشي اللي فكرت على مو سبحان الله كله كان صحيح. وتاكدت من هادشي ملي مشى امين وعلم مو انه باغي يتزوج بيا. ايوا مو طلعت شكت هذيك الساعه وقالت ليه لا، ولكن انا راني بغيتك نزوجك لبنت اختي منها نخلق، الا ما تزوجتيهاش هي راني ساخطه عليك ولدي. انا خفت الصراحه ملي قال لي امين هادشي، وقلت علاقتنا صافي بابها مسدود، وبين امين ما عنده ما يدير قدام مو. ولكن تفاجأت لما عرفت انه تخاصم معها وغوت بزاف، وقال لها انه ما غادي يتزوج حتى شي وحده من غيري، وان بنت خالته اصلا بحال اختو وما كيشوفهاش زوجة المستقبل. ايوا انا ما عرفت ما ندير، ولكن ما نكذبش عليكم، عجبني الحال انه امين تشبت بيا وكان قد كلمته وحارب عائلته على قبلي. امين بقى مخاصب مع مو شحال، ولكن في الاخير قررت مو تخضع لرغباته وتوافق على زواجنا. واحد النهار كنت جالسه في الدار حتى علمني امين انه صافي موافقات اخيرا، ويجيو يخطبوني من دارنا بشكل رسمي السيمانه الجايه. انا ما نكذبش عليكم، هذاك الخبر كان اسعد خبر سمعته في حياتي، بغيت نطير بالفرحه. صافي مشيت قلت لماما راه يجيو شي ناس يخطبوني، ولكن قلت لها راه غير شافني في الزنقه وقال لي يعطيني عنوان داركم، عجبتيني بغيت نخطبك، باش هكا تقولها لبابا، حيت اصلا انا كنت مخبيه علاقتي مع امين على والديا بجوج. ايوا ماما تعجبت وقالت لي باش عرفتي هيجي مع والديه السيمانه الجايه. انا كنت موجده اجوبه للاسئله اللي تسولني ماما، يا ربي تسمح لي كذبت عليها وقلت لها هو اللي تلاقاني مره اخرى وقال لي يجيو يدويو معاكم في اطار المعقول نهار السبت الجاي، حيت ما خدامش. وانا قلت ليه دبر راسك، ولكن انت ماما ديري بحسابك وصافي. صافي ماما تيقاتني وما علمت بابا حتى نهار السبت في الصباح، وزوقات الهضره وقالت ليه راه جاو البارح دقوا كيسولوا على بنت الزواج، وقلت لهم عندي بنتي واليوم يجيو كاملين باش يدويو معاك. صافي بابا تيق الهضره وارتحيت انا، حيت بجوجهم ما عاقوش بيا، وعلمت امين في التليفون باش ما يجبدش سيرت اننا كنعرفوا بعضياتنا من القرايه. صافي قال لي واخا. ايوا ديك العشيه جاو النيت للدار، جاب مو باه وهو واختو مع راجلها، وجابوا في يديهم السكر ودخلوا للدار، ضيفناهم وقمنا بالواجب معاهم. ومن بعد منين كنا كلنا مجموعين بدات مو الهضره وقالت لبابا الشريف رحنا جايين نخطبوا بنتكم لولدنا الا قبلتوا علينا على سنه الله ورسوله. صافي بابا قال لها مرحبا، وقال لها نشوفوا بعد البنت واش موافقه ولا لا. ايوا صافي بابا منين شاف فيا قلت له اللي بغيتيها بابا راني باغاه. صافي هنايا بابا فهم انني موافقه، وزغرتت ماما وبدينا كنتفاهموا على ترتيبات العرس، وبغينا نديروا تركاب الخواتم والعرس دقه وحده بلا مشي ومجي وقوه المراحل. واللي لاحظتوا ان بابا امين كان راجل درويش وغير ساكت، بينما مامو هي اللي كتناقش وكتشارط مع بابا. هنا عرفت انها مرة صعيبه وما سهلاش، خصوصا منين قالت لبابا انه من الاحسن نديروا خطبه بوحدها ونشهروا زواجهم ونخليو العرس حتى وكان والدي يشري الشقه ديالو ويجهزها، حيت الصراحه انا ما بغيتهمش يسكنوا معايا، من الاحسن يبداو حياتهم الزوجيه مباشره في دارهم وبنتكم تاخذ حريتها احسن ليا وليها. بابا دار شاف فيا وشاف ماما، وماما دارت وقالت لها صراحه احنا كنا باغيين نديروا كلشي في دقه وحده بلا تعطال، ولكن حتى وجهه نظرك تحترم، من الافضل نيتي يتزوجوا ويسكنوا في دارهم بوحدهم، وحنا ما نطلبوا لهم غير الخير والتيسير. وعلى هكا قرينا الفاتحه وتخطبنا، ودازت الايام وكنت انا باغا نكمل ماستر ونقلب على خدمه، ولكن امين ما بغاش وقال لي الا مرتي ما تخدمش مع الرجال، مالكي ما غادي يخصك حتى شي خير معايا، تعيشي معززه مكرمه كلشي ديالك
والصراحه ثقت فيه وما بقيت درت والو من مورا الاجازه ديالي، حتى التعليم اللي كنت باغا ندفع ليه ما دفعتش ليه. ايوا بقيت مع امين على تواصل وقال لي انه صافي راه شرا شقه بالكريدي، ومشيت حتى شفتها انا وياه وبابا وحجباتني وكل شيء، وقال لي راه كان جامع شي بركات الفلوس وحتى معاونته شويه ودفع فيها التسبيق ويكمل بالكريدي، ودابا يبدا يجهز فيها بشويه بشويه. ايوا صافي بقينا على هكاك، داز العام الاول مورا الخطبه وداز العام الثاني وانا باقا غير كنتسنى، ومنين كنت كنقول ليه ماشي مشكل نتزوجوا من بعد عاد نكملوا التجهيز بشويه علينا، كان كيقول لي لا راه دابا مزير بالفلوس وما عنديش باش ندير العرس، وصبري عليا حتى نكملوا بعدا غير تجهيز الشقه، وديك الساعه بعدا ماشي مشكل نقضيو غير باللي كاين. وداكشي اللي درت، صبرت وكيسولني بابا وماما كنقول لهم قريب يسالي التجهيز ونديروا العرس، وكنطمنهم وانا راه باقا ما عارفه راسي من رجليا. كنت دايره النيه والثقه في امين وعارفاه كيدوي بصح، والنيت كان فين ما كيزيد شي حاجه كيصور ليا صراحه. في العام الثالث من مورا الخطبه صافي بابا قال لي ما يمكنش نصبروا اكثر بنتي، صونا الامين وقال ليه شوف ضروري ما تكتبوا العقد ونديروا العرس. امين قال ليه عمي راني مزير، الا كان على العقد نكتبوه ماشي مشكل، ولكن العرس راني ما نقدرش نديرو، راك عارف ظروفي، نديرو غير حفله هكا بسيطه بين العائلات وصافي. بابا قال ليه اسيدي ما كاين باس، حنا نتكفلوا بالعرس، ما يمكنش نصيفط بنتي الوحيده بلا عرس لدار راجلها، ولاش كاين انا اصلا انا نكري القاعه ونتكفل بالماكله والنقافه وكاع دوك المسائل، غير وصيتي الوحيده هي تهلا ليا في بنتي. صافي جاوبوا امين وقال ليه بلا ما توصيني عمي، بنتك فوق راسي ما تهز همها ما والو. ايوا داكشي اللي كان، كرا بابا القاعه وحددنا ميعاد العرس وعطى التسبيق للتخيطير والنقافه وعلمهم بالنهار، وملي العرس بقات لي غير سيمانه هكاك، واحد النهار صونا ليا امين وقال لي دخلي الواتساب. انا تخلعت قلت اش كاين؟ قال لي غير دخلي وغتشوفي بعينك اش واقع. قطعت معاه ودخلت بالزربه كنقلب حتى لقيت مصيفط لي التصاور ديال منعسه في السبيطار ومعلقين ليها السيرومات وهو وحدها. اتصلت به وقلت ليه مالها ياك ما كاين باس؟ قال لي راه طلع ليها طونسيون وسخفات وداوها للسبيطار. صافي حاولت نواسيه داك النهار وقلتها للوالديه ومشينا شفناها في السبيطار. فاش دخلنا على غفله لقيناها ولات مزيان، ولكن غير بقينا تماك شويه كنسولها واش شويه، بدات كتأن وقالت لي فيها الدوخه وصحتها مهلوكه. انا صراحه ما فهمتش، السيده كانت صحه سلام هذه يومين حتى طاحت. المهم درنا زياره خفيفه من بعد رجعنا للدار، والغد ليه سولت امين عليها وقال لي ولات شويه، وبديت كنقول له على زعما العرس وشنو درنا، وبغيت نبدا ندوي معاه عليه شويه، ولكن السيد تبدل وقال لي كنزه شوفي الوالده عيانه والعرس قريب ما جاتش نديروه دابا والوالده عيانه. انا تصدمت ولكن جاني انه خايف على امه، قلت ليه لا راه باقا 6 ايام على العرس، ان شاء الله تصاح وتولي مزيان وتحضر لنا، اصلا العرس صافي خلصنا كل شيء ودافعين فلوسنا ما يمكنش ناجلوه. قال لي امين جواب اللي طيح لي الماء في ركابي، قال لي شوفي يا كنزه اللي نطولوه نقصروه. عرفتي الوالده علاش مرضات؟ حيت تخاصمت معاها على ودك. الوالده من الاول ما باغاش هذا الزواج، انا اللي فرضتو عليها بالزز، ودابا ما نقدرش نكمل معاك بنت الناس، ما نقدرش نكون مسخوط امي على حساب مرا نتزوج بها. عرفتو انا كان خاصني شي واحد يصرفقني حتى نفيق من واحد الحلمه خايبه، ويا ريت تكون كانت غير حلمه. للاسف واقع مر، ما حسيت براسي حتى بقيت كنعاير فيه وكنقول ليه ضيعتي لي 5 سنين من عمري، عامين تعرفنا فيها ويا ريت ما شفتك ولا شفت كمارتك، و3 سنين خاطبني ورابطني ما كملت قرايتي كلالياتي ما خدمت كيفهم، بقيت على وهم كاذب. انت وامك الغداره لعبتوا بيا وبعائلتي، كون كنتي راجل ونيت ولد الناس وولد مرضي، علاش من الاول جاي تخطبني وامك ما باغاش؟ علاش ما تخلينيش وتقول لي يا بنت الناس طريقنا مسدود؟ ديك الساعه ما كنتش نشدك ونعرف بانهم كتاب لينا هكا ونتفارقوا بالتي هي احسن، ولكن انت خليتيني مربوطه حداك وورطت والديا في مصاريف غاليه على قبل عرس ما يدارش، الغدار والكذاب. امين سكت وقال لي انا ما قلتش ليك ولا لباك سيروا جهزوا العرس، انا قلت ليه ما عندي باش نديرو، نتوما اللي بغيتو ديروه تحملوا مسؤوليتكم. صافي انا ما قدرتش نتحمل، بصح انا اللي مكلخه وبنت الناس تقت فيه. ام غداره رقدات لي على الغدر ومشات مع ولدها على الخط باش تجروا ليها، ودارت لي خاطر وجات خطباتني واجلت العرس بالعاني، ومنين وصل الوقت المعقول مثلات عليه المرض. كلشي هذا الشيء بسوء نيه من الاول، وانا من الاول كنت عارفاها شريره، ولكن ثقت في اللي حسبته راجل وهو غير شماته. حاشا واش الرجال ولاد الاصل يتصرفوا هكا، الا واعدوا كيوفيو بالوعد. بقيت كنغوت على امين من قلبي وبلوكيتو وقلت للوالديه كلشي من طقطقت السلام عليكم. صافي بابا حاول يهضر معاه كيف الرجال، ولكن مع من داكشي اللي قالوا ليه هو اللي قالوا لي اصلا. وقال لي بابا ما كذبش، نيت انا اللي بغيت نعاونو ومشيت كنخسر فلوسي على عرس واحد ما يستاهلش، معليش الخليفه الله، نشوفوا الا بغاو يرجعوا لينا فلوسنا هي هذيك، الا ما بغاوش حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا من مورا هادشي اللي وقع دخلت في اكتئاب حاد، ما بقيت
لا كناكل لا كنشرب، داوني للسبيطار ونعست فيه سيمانه مع القسيرومات وكيدقوا لي البراوات ديال العصب. ما دازت ديك الايام غير بالكشيف. رجعت للدار وحاولت نطوي الصفحه ونبدا من جديد، ولكن كل مره كنتفكر الشمته وكنبقى نغوت حتى كنشرب الدواء عاد كنتهدن. صعيب الصراحه يجيك الغدر من الانسان تقتي فيه وعطيتي جهدك ووقتك كله باش تكوني معاه. المهم داز ايام وجا الصيف وجات عندنا خالتي من اسبانيا، هي وبناتها يدوزوا عندنا الصيف، وكانوا اصلا عارفين داكشي اللي وقع ليا. علاقتي بخالتي وبنات خالتي كانت قويه بزاف، حتى ماما كانت كتعاود ليها كلشي. هي لاباس عليها عايشه في اسبانيا، تعرفت على قاوري وتزوجات به وولدت معاه 2 بنات. المهم جاو غير يشوفونا ويمشيو يكريو دار في مارتي اللي يدوزوا الصيف في الشمال. وقالت لي يا خالتي يلاه معانا تفوجي وتبدلي اللوك ديال شعرك، تحسي بواحد الراحه وحتى نفسيتك تغير. انا كنت باغا شي واحد نيت يخرجني من داكشي اللي كنت فيه، حيت انا بوحدي ما قدرتش، وماما حتى هي مسكينه عيات معايا. المهم مشيت معاهم ودوزت ايام جميله وتبحرت وبديت كنسى، ووعدت راسي نعطي لراسي فرصه جديده، خاصه اني باقا صغيره. وحتى خالتي مسكينه وبنات خالتي ما خلاوش من جهدهم حتى صحيت ووليت افضل. وسالت العطله ورجعت لدارنا، ورجعت خالتي وبناتها لاسبانيا، وبقيت انا كنفكر شنو ندير في مستقبلي. وحرت وتلفت وبقيت كندعي ربي يجيب لي اللي فيه الخير. ودازو شي شهوره وبقيت على تواصل مع خالتي وبناتها. واحد النهار عيطت ليا في التليفون وقالت لي واش تبغي تمشي لاسبانيا تخدمي. انا بالفرحه ما تيقتش، قلت لها واش بصح كدوي؟ قالت لي راجلها دبر لي في كونطرا عمل بواحد شركه سيارات نكون في الريسبسيون. انا ما ترددتش، وافقت في الحال وقلتها للوالديه. صافي جمعت حوايجي وتوادعت مع بابا وماما ومشيت. استقبلتني خالتي بحفاوه وخصت لي بيت عندهم بالدوش ديالو بالتلفازه بالويفي. ما نقول لكمش اصلا خالتي تبارك الله مسك عليها الله، القورين مزوجه به لاباس عليه. المهم ارتاحيت عندهم شي ايام وخرجت مع بنات خالتي، درت وحوصت وشفت وعشت داكشي ولا في الاحلام. وبديت الخدمه ديالي من بعد شي اسبوع. كان ضروري خاصني ندوي بالاسبانيه والانجليزيه، والحمد لله هاد اللغات كلهم كنت معلماهم في المغرب، هما والفرنسيه. وهذه نصيحتي من هذا المنبر لكاع البنات والدراري، دائما اعطيو اهميه كبيره للغات في قرايتكم وحياتكم. قد ما تعلمتوا لغات اكثر قد ما تقدروا تادابطاو احسن مع اي ظرف من الظروف، وكتقدر اللغه تفتح لكم افاق احسن من القرايه شي مرات. كما طرا ليا انا الاجازه ديالي ما احتاجيتهاش، قد ما كان عندي الحظ انه عندي 2 لغات سلكوني في خدمتي، مرتاحه وبصالير طالع وعايشه بخير مع خالتي اللي فتحت لي مسكينه باب دارها وعاوناتني. وحتى هذه نقطه مهمه، شحال من واحد في العائله عندكم كيكون بامكانه يعاون ولاد عائلته وباقل مجهود، ولكن كيميك وكيسد الباب وكيدير راسو ما في يدوش باش ما يشوفهمش حتى هما واحد النهار مساكن عايشين مرتاحين. نصيحه لهاد الناس، ديروا الخير تلقاو الخير، فتحوا يديكم وقلوبكم وسخروها لتفريج الهموم. راه والله ما كاينش عمل خير كيضيع، كلشي كيعوضك به سيدي ربي. واخا يكون داك اللي درتي فيه الخير ينكرك وما يعترفش بالجميل، ولكن كون اكيد انك الا درتي الخير لوجه الله راه خير كيبقى عند الله ما كيضيعش دنيا واخره، كيرجع لك بالبركه في صحتك ومالك وولادك وزيد وزيد. المهم خالتي ما عمري نساليها خيرها، وشحال من واحد في العائله تشفى فيا ولكن هي ما خلاتهمش يحلوا عليا فمهم بزاف. بديت خدامه مزيان، اندمجت مع الناس الخدمه، وبديت كنلوح تصاوري في فيسبوك اللي ما بدلتش اصلا واخا تفارقت مع امين. وبديت كنلوح تصاوري في لي ريستو الواعرين، كافي شوب، محلات الحوايج. اصلا انا تغيرت بزاف، زاديت في الوزن من بعد ما كنت ضعيفه، وبانوا عندي الحنيكات، وليت مهليه في بشرتي بلي كريم الغاليين والاصليين، ولات بشرتي ناصحه وباللاره. وتصوري كانوا كيبينوا اصلا اني ما كايناش في المغرب وباينه في بلد اوروبي. وحتى منين كنت كنتصور حدا الطوموبيلات الغاليين اللي كيخرجوا من الشركه كان كيبين هادشي كله بانني صافي راني في شي دوله اوروبيه. واحد المره رجعت من الخدمه، دخلت لبيتي عيانه، يلاه جلست نرتاح وانا نهز تليفوني، دخلت الفيسبوك. تخيلوا معايا شكون اللي لقيتو مصيفط ليا ميساج، امين. باينه التصاور اللي شاف دهشوه وجاه الفضول يعرف واش بصح. في الاول ما جاوبتوش حتى مشيت نصلي العشاء، وانا كنصلي يا ربي تسمح ليا خليت الشيطان يتمكن مني ويبقى يوسوس ليا، وطحت عليا واحد الخطه جهنميه باش ننتقم منه. ساليت صلاتي ومشيت عند خالتي وعاودت ليها كلشي اللي دار ليا في بالي. قالت لي خالتي غير توكلي على الله، باينه يطيح في الشبكه. عفريت انت، خطه شيطانيه اللي وجدتي ليه، عرفتي الا طاح فيها يكون تشمت اكبر شمته. مشيت لبيتي وعولت نرجع الصرف الامين على داك الشيء كامل اللي دار فيا والحزن والاكتئاب اللي عيشني فيه انا وعائلتي. حليت فيسبوك ومشيت جاوبته ورجعت ليه السلام. هو يشوفها في البلاصه، السيد كان على القرص. وبديت كندوي انا وياه، سول فيا وقال لي فيني، قلت له راني في اسبانيا. تعجب، هو يقول لي مزيان، وقال لي وليتي بخير،
كيبان عليك من التصاور. قلت له الحمد لله، اصلا الدنيا مكاتب وربي ما كيسد باب حتى كيفتح ابواب، واصلا انا وياك ما كتبش لينا نكونوا مجموعين، ولكن انا باقا ما نسيتكش وما كنظنش شي واحد ياخذ بلاصتك. المهم انا حاولت نلوح ليه الصناره ونجيبو بين يديا. امنيش نتلقى الطعم وبقى كيقول لي فراسك حتى انا عمرني نسيتك، ولولا الظروف لكنا مجموعين تحت الدار وحده، ولكن راكي عارفه امي الله يهديها بغات بنت اختها، فراسك راني تزوجت بها ولكن ما كنبغيهاش. فاش كنبغي نعيط ليها كننسى وكنعيط ليها بسميتك تخيلي، وهادشي كيدير ليا مشاكل معاها. وبقى عليا بكثره الهضره وانا كنضحك وكنقول ليه الطميميع بانت ليك اوروبا، ولكن الطماع شكون كيغلب عليه؟ الكذاب. بقيت عليه اني ما نسيتوش وكذا. صافي السيد هو يقول لي انه الشرع حلل ليه 4 ونقدروا نتزوجوا ويكون دار ديك الساعه لخاطر لمو وليا. زعما عند بالو راه مطور، ولكن حيت انا كنعرفني شحال هذا كنت غاديه معاه بالنيه كيسحبني نبقى هكاك. لكن انا ديتو على قد عقله وقلت له ولكن انت صاليرك ما يكفاكش وما غيكفاناش بجوج، زعما انا وبنت خالتك. هذاك الشيء علاش ما يمكنش، خاصك ضروري تجي لهنا لاوروبا، واصلا ما يمكنش نسكن انا وياها في نفس الدار. خاصك تجي لهنا وتلقى خدمه احسن وصالير طالع وانا نعاونك ماشي مشكل. صافي غير قلت هكا السيد لقى اللي بغى وقال مع راسو جاتني همزه. هو يقول لي صافي ما يكون غير خاطرك هاد المره وما بقيتش مازال نديها فمي واخا تبغي تفارقنا. قلت مع راسي هاي هاي، وكنت عرف امك كره طير بالفرحه. المهم دازت ايام وانا معاه في تواصل، وقلت له راه راجل خالتي دبر ليه في كونطرات عمل حيت هو قاوري، ولكن راها بالفلوس حيت ما دبرش عليها هو، شي واحد صاحبه اللي قالها ليه. صافي قال لي شحال؟ تخيلوا معايا قلت له نفس الثمن اللي خسروا بابا في ارسي والتجهيزات ديالي ومشاو لينا الفلوس ما رجعوهمش لينا الناس. صافي قال لي واخا راه عندي نص المبلغ نشوف ندبر على الباقي. قلت له سير بيع الطوموبيل ديالك باش تعاونك لاش صالحه الا ما عاوناتكش. وقال لي واخا غادي نبيعها، وبالفعل باعها ومشى قالها حتى لمو باش تكمل ليه شي حاجه خاصه. ايوا وتخيلوا معايا شكون يصوني ليا واحد المره ويدوي معايا في واتساب ما تامين بشحمها ولا حميها. وقلت تعتذر مني وكتقول لي ما عرفتش بنيتي بقيمتك وانتي بنت الحلال وفرطنا فيك. قلت زعما العائله ساعه ما شفنا منها خير. وانا باش نثبتها بقيت كنقول لها ماشي مشكله خالتي ما طراباس ما كانش مكتب. ودغيا قالت لي هاد المره ما نحبسكمش عيشوا بنتي حياتكم الله يسر ليكم ابدا واش ندخل هاد المره فيكم. انا نبيع ذهبي ونعطيه لولدي يكمل فلوس الكونطرا. قلت لها انا كان عندي يا خالتي كون راه جا فابور، ولكن راه حتى انا يلاه جيت ومقاتله مع الوقت وكنصيفط الوالديه ما عنديش منين نخلصها ليه. قالت لي لا واه بنيتي معليش فيك الخير. ايوا صافي قطعت معاهم وصونيت الوالديه علمتهم بالخطه ديالي كلها. قالوا لي كملي انتقمي منه داك الغدار، هو اللي بدا الغدر، رجعي حقك بيديك. مشيت تعاودت لخالتي وماتت بالضحك وقالت لي عطيه وزيديه. ايوا صافي قلت ليها ديري لي شي كونطرا مزوره نوريها ليه. وبالفعل كنصيفط له التصاور وكيتيق حيت ما دايرش في بالو انني نغدرو. مازال السيد غلط فيا. دازو ايام وصيفط ليا الفلوس، ولكن حتى صيفط ليه انه الفيزا ديالو راها واجده وريته وحده مزوره مضروبه. ساعدتني خالتي وراجلها في هذا الشيء. من بعد قلت ليه راه صافي خاصك تمشي وتخطبوني بعدا من الوالديه، ما نقدرش نجي دابا نحضر معكم غير ابيل فيديو. هو في الاول جاتو عجب ولكن مشى قدام مو وباه وعاودوا خطبوني رسميا مره اخرى باش نرد الاعتبار الوالديه. وقال لهم بابا الا بغات البنت حنا ما نزيدكم غير الخير. ايوا صافي وانا قلت لهم زعما راني موافقه في التليفون ومشاو في حالاتهم. دازت شي شهرين بحال هكاك وقلت ليه راني قربت نهبط للمغرب ونجيب لك الكونطرا ديالك ونديروا العرس ونرجعوا بجوج. صافي وقطعت البيي ديال الطياره وصورته ليه وبقيت كندوي معاه كل نهار حتى خدمته. قلت له صافي قدم استقاله وبقيت عليه حتى دارها وخرج منها. ومرته ولا دائما كيدحس معاها في صداع والمشاكل حيت شكات به هي اصلا كيخونها. وشحال من مره كتحصلو كيدوي في التليفون معايا. انا منين رجعت فلوسنا وضيعته في كل شيء كما ضيعني في حياتي، لغيت البيه ديال الطياره وبدلت نمرتي وسديت حسابي في فيسبوك ما بقيتش كندخل ليه وغبرت سيمانه هكاك. صافي امين مني ما لقاش كيفاش يتواصل معايا مشاو لعند والديا وخرج عندهم بابا وقال ليه بنتك ما كتجاوبنيش وهادي مالها، خصوصا اني درت ليه نفس القالب اللي دار ليا مع مو فاش قرب العرس. مثلت عليه ان خالتي جرات عليا من دارها وحسداتني هي وبناتها ودرت مكياج بحال ضرباتني وصورت ليه فيديو في واتساب وشافوه وبقى كيعاير فيهم وكيقول لي هو متايق راسو من غادي نجي عندك حتى واحد ما يقدر يحط فيك يديه. وانا كنقول مع راسي مسكين
طلع اكبر مكلخ باقي كيسحب له بصح غنجيبو لاوروبا من بعد داكشي كامل اللي دار فيا. هي هذيك قطعت معاه الاتصال ومشى لدار والديا وقال ليه بابا ديك الساعه ما عرفتش المشكل بيناتكم. قال ليه امين ياك خطمتها من عندك وعطيتها فلوسي باش تجيب لي الكونطرا. شاف فيه بابا وقال ليه بيناتكم مالها هي قالت لك عطيها شي حاجه ياك عطيتيها بارادتك وإلا باقيين جيتو لهنا وكتسبوا تعايروا غنجيب لكم البوليس. ودخلوا سد عليهم الباب وبقاو كيعايروا برا وبصح بابا دارها بصح وعيط للبوليس وكاينين الكاميرات والشهود انهم كيعايروا فينا وكيسبوا فينا باين السب والقذف وداوهم للكوميساريه. وبقى امين كيشكي عليهم اني نصبت عليه ولكن ما كان حتى شي اثبات ديال النصب ورفع عليهم بابا قضيه على القذف والسب وبقاو كيزاوقوا فيه باش يتنازل. ايوا والو ما تنازل ليهم غير بزز وعاد سمح ليهم وتحولوا والديا من ديك المدينه من بعد. وانتقمت اشر انتقام من امين وخليته هو وامه يتعلموا كيدنسا شنو هي يديروا بنات الناس لعبه ويضحكوا عليهم. صافي خرجته من خدمته وديت ليه الفلوس واللي هما اصلا فلوس يضيعني فيهم وحتى هو دمرته في خدمته اللي خلاني انا 5 سنين وانا يا بلا راس ما كملت قرايه ما خدمت. وزت في حالاتي ما بقيت كنتواصل معاه بدلت كاع لي كونط ديالي بدلت النمره وكل شيء وكملت حياتي ولا كاي شيء يكن. واللي غادي يقولوا لي كان عليك تخليهم الله بصح ولكن الانسان ضعيف وملي كدوز عليك الشمته خايبه من بنادم اللي كنتي سايق فيه راه كتقدر دير اي حاجه باش تنتقم بيديك الا من رحم ربك. دوك الناس اللي سبحان الله كيكونوا صابرين واحد الدرجه كبيره ودائما كيفوضوا امرهم الله وحتى منين كيضرهم بنادم يخليوه لسيدي ربي ياخذ منه حقهم. انا ماشي من دوك الناس الصراحه. المهم تقدروا تقولوا اي حاجه ولكن انا حسيت بالراحه من بعد ما درت هذا الشيء. والا كنت غادي شي نهار حتى انا غادي ندي الذنوب على داك الشيء اللي درت فماشي مشكل نقدر نتحملهم حيت انا كنقول بان خديت العداله بيدي واخا كان عليا نخليها لسيدي ربي ياخذها ولكن ما قدرتش نصبر وهذا حقي اصلا. اي والله يهدينا ويرد بينا اجمعين. وكانت نهايه القصه اصدقائي كما عودتوني ما تنساوش تخليو جيم ما تنساوش تخليو كومونتيراتكم الزوينه وتبارطاجيو القصه والمحتوى مع اصحابكم وتسناوني في قصه جايه ان شاء الله اللي تكون كلها تشويق واثاره.